هاي هاي. عايزه اقول لكم بقى ان انا سافرت، ودي كانت اول مره اسافر فيها. ده الاكل اللي انا اكلته هناك في الامارات. مش كل الاكل بس معظم الاكل. طبعا انا عامله لكم فيديوهات كتيره جدا جدا جدا. مش كلها اكل طبعا، في فسح. فعايزاكم كده بقى تستمتعوا كده وتزودوا لي المشاهدات واللايكات. و بصوا، يعني عامله لكم كوكتيل اكل رهيب بقى. اللي عايز يعمل يعني ينوع في الفطار في الغدا بس. عن كل بقى الأطباق اللي أنا أكلتها، في حبة حاجات طبعا سناكس جربتها كتير زي ليز، زي البتاعة دي تحفة أصلا تجنن. حلويات. طبعا عملت أكل برضو في البيت زي الفراخ دي مثلا. جربت حاجات كتير جدا وعملت فراخ بانيه برضو. عملت رقاق وخدته معايا في رحلة كده. هبقى اوريكم الرحلة دي حلوة قوي. في لازانيا بس مش انا اللي عاملاها. في حاجات ما جربتهاش صورتها بس زي الآلة الفظيعة دي. آه فبس حبيت بس اشارككم معايا كده الفسحة اللي انا اتفسحتها او السفرية اللي انا سافرتها دي. و... واتمنى بقى الفيديوهات اللي انا هعملها لكم واشرح لكم الاكل فيه واعمل لكم الحاجات دي كلها تعجبكم. يا رب يا رب. في اكل غريب زي الاكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حالا، ده اكل غريب جدا. مش هقول لكم عليه بقى الا في الفيديو. ودي جزمه ذهب لازم اوريها لكم برضه. بس. وبصوا بقى البيبسي اللي بالليمون ده جامد جدا. الزلابيه دي ما عجبتنيش خالص بالعسل الاسود. طبعا شاي الكرك تحفه تحفه تحفه. دي صورة لبنتي. حلويات بقى حلويات. بصوا انا اكلت حلويات كتير قوي، وعلى فكرة ما تخنتش. اه والله. بس بقى فدي كانت معظم الخروجات اللي انا خرجتها للاكل يعني، او معظم الاكل اللي انا اكلته. بس كان بصراحة حلو قوي. الا الزلابية. اشوفكم بقى في الفيديوهات اللي جايه. كل يوم هنزل فيديو او خروجه من الخروجات اللي انا خرجتها. عايزاكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناه عشان القناه بتاعتي بقى تكمل وكده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. باي باي.